عالم الليجو تأليف وقراية داني عرفة. قبل ما نبدأ الحكاية حابب أقول لكم إن مستشفى الناس للأطفال بيبنوا أكبر مدينة ليجو في العالم، وسوبر أبلة اللي بتحكي معانا قصص في البودكاست بتساعدهم في الحملة. فلو حابين تعرفوا أكتر عن إزاي ممكن تساعدوا ابعتوا لها مسج. كان يا مكان في بيت قديم وكبير كان عايش ولد اسمه يوسف. يوسف كان بيحب قوي يتفرج على اليوتيوب بالآيباد ويلعب بالبلاي ستيشن ويسمع بودكاست الحكايات. يوم اجازه زي اي اجازه تانية كان في عاصفه كبيره والدنيا ضلمت وقعدت تمطر كتير، وفي نص العاصفه الكهرباء قطعت. مامة وبابا يوسف طلعوا شموع كتيره وكشافات علشان يشوفوا في الضلمه، لكن يوسف كان قاعد زهقان. الايباد والتليفون فصلوا شحن والبلاي ستيشن ما كانتش شغاله، ويوسف ما كانش يقدر يخرج يلعب كوره بره ولا يقابل اصحابه. انا زهقان، يوسف قال لمامته وبابا، مفيش اي حاجه اعملها. بابا راح قال له ايه رأيكم نعمل كوكيز؟ مش هينفع، يوسف رد، الفرن مش هيشتغل. مامته اقترحت ممكن نلون. مش هينفع، يوسف رد، مش هنعرف نشوف كويس في الضلمة. بابا راح ردد، انا عرفت، ممكن تلعب بالليجو، عندي علبة ليجو بتاعتي من وانا صغير. يوسف عجبته قوي الفكرة، فبابا طلع السلم وراحوا للصندرة. الصندرة دي زي مكان فاضي في سقف البيت ممكن نخزن فيه الحاجات اللي مش بنستخدمها كل يوم. يوسف طلع الصندرة بكشاف في ايده. بابا استنى تحت علشان الصندرة كانت صغيرة ومش هتكفيهم هما الاتنين. هتلاقي العلبة على اليمين تحت ملاية خضرة وجنبيها تمثال أرنب ماسك سبت بيض. يوسف دور ما بين الكراتين القديمة، زينة الأعياد والكتب والعفش، لغاية لما أخيرا لقى الأرنب. رفع الملاية الخضراء وتحتيها لقى علبة صفرة عليها مربع أحمر كبير مكتوب عليه ليجو، ومرة واحدة نور ملون وبابلز طلعوا من العلبة ويوسف اتشفط جواها. يوسف وقع في زحليقة طويلة معمولة من الليجوز الحمراء والزرقاء والصفراء، لغاية لما لقى نفسه في عالم الليجوز. عالم الليجوز ما كانش زي أي مكان عمره شافه قبل كده. كل حاجة كانت معمولة من الليجو، الشمس الصفراء اللي بتبرق، السحاب اللي في السماء، النجيلة الخضراء والأشجار، البحيرة الزرقاء والبيوت الصغيرة اللي كان عايش فيها سكان عالم الليجو. ازيك، اسمك ايه؟ يوسف اتدور ولقى دبة كبيرة وراه ماسكة سبت مليان فواكه. رد عليها، انا اسمي يوسف. اهلا بيك يا يوسف في عالم الليجو. انا اسمي جمعة والنهاردة بلم فواكه علشان اعمل سلطة الفواكه المشهورة بتاعتي. يوسف لاحظ ان جمعة كان شكله زعلان فسأله ايه اللي مضايقه. انا لميت كل الفواكه ما عدا التفاح، الشجرة طويلة قوي ومش عارف اطوله. من غير ما ياخد باله يوسف ابتدى يتخيل سلم، ومرة واحدة سلم من الليجوز ابتدى يظهر قدامه. جمعة اتفاجئ من اللي شافه. ايه ده، انت اللي عملت كده؟ ده انت عندك سوبر باورز، شكرا يا يوسف على السلم. وجمعة راح اخد السلم وراح لشجرة التفاح وهو مبسوط. وفعلا في عالم الليجوز يوسف كان عنده سوبر باورز، اي حاجة يتخيلها كانت بتظهر قدامه ما عدا الاكل والكائنات الحية زي الحيوانات والاشجار. يعني كان ممكن يعمل حوض سمك لكن ما يعملش السمك اللي جواه، وكان ممكن يعمل شوكة وسكينة لكن ما يعملش بيتزا. يوسف كمل مشي لغاية لما سمع صوت مزيكا. فابتدى يدور المزيكا دي جاية منين. لقى مسرح صغير جوه كرتونة صغيرة، وعلى المسرح كان في مجموعة حشرات بيعزفوا مزيكا. جرادة بتعزف الكمانجا، صرصار بيعزف الدرامز، دبانة بتعزف بالبوك أو الترامبت، وعنكبوت ماسك جيتار صغير ب3 أوتار يعني 3 حبال. قائدة الفرقة كانت نملة صغيرة وكل شوية كانت بتزعق وتقول لا عيدوا الأغنية تاني، صوتها مش مظبوط، شكلك ما بتعرفش تعزف يا عنكبوت. العنكبوت كان عنده 8 ايدين ومش عارف يعزف على الجيتار الصغير بتاعه اللي ب3 أوتار. يوسف جات له فكرة، قعد يتخيل جيتار ب8 رقبات، كل رقبة فيها 10 أوتار. الجيتار بدأ يظهر قدامه مبني من الليجوز، وأخده واداه للعنكبوت. العنكبوت ضحك بابتسامة كبيرة وبدأ يعزف أحلى مزيكا يوسف سمعها في حياته. يوسف كمل مشي لغاية لما لقى نفسه في غابة جميلة مليانة بورد وأشجار. ما بين صوت العصافير والحيوانات يوسف سمع صوت عياط. بص في الشجرة اللي جنبيه ولقى غراب قاعد بيعيط. يوسف سأله، بتعيط ليه؟ علشان كل يوم أصحابي بيطيروا فوق في السماء، لكن أنا ما بعرفش أطير علشان ما عنديش غير جناح واحد. وفعلا الغراب ما كانش عنده غير جناح واحد على الناحية اليمين. من غير ما يفوت لحظة
يوسف بدأ يتخيل جناح اسود معمول من اللاجوز، وشوية شوية الجناح بدأ يظهر ويتركب على الغراب. الغراب ما كانش مصدق نفسه، نط من الشجرة وبدأ يطير حوالين يوسف. انا مش عارف اشكرك ازاي. الدنيا في عالم اللاجو بدأت تليل، ويوسف كان عارف ان جه الوقت ان هو يروح، فغمض عينيه وقعد يتخيل انه رجع البيت. ولما فتح عينيه كان واقف في الصندرة قدام علبة اللاجو. باباه نده من تحت: فينك يا يوسف؟ كل ده بتجيب العلبة؟ يوسف ما كانش في عالم اللاجو، لكن كان فاكر ازاي يقدر يستخدم اللاجو وقوة التخيل بتاعته علشان يألف حاجات جميلة. فقعد هو وباباه ومامته وبنوا بيوت وعربيات وحيوانات، وألفوا عالم لاجو بحاله عندهم في البيت. لو حابين تعرفوا أكتر عن حملة أكبر مدينة لاجو في العالم بتاعة مستشفى الناس للأطفال، ممكن تبعتوا مسج لسوبر أبلة على الانستجرام. أتمنى إن حكاية النهاردة تكون عجبتكم، وهشوفكم تاني في الحكاية الجاية.